في المغرب اليوم الحدث جلل، أول سيارة مغربية الصنع ترى النور. وكأن ضخامة الحدث لم تكن كافية ليأتي نبأ آخر لا يقل ضجيجا بهدير محركاته، بالإعلان عن أول سيارة مغربية تعمل بالهيدروجين. كل هذا خلال حفل ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي في الرباط، حين وصل الحال باحتفال ملك المغرب بولادة سيارات المغرب، إلى أن يوشح مديري الشركتين المنجزتين للسيارتين بوسام الكفاءة الفكرية من درجة قائد، ما يؤكد عزم محمد السادس بالمضي في سياسة صنع في المغرب، بعد أن وجهت الرباط رسالة واضحة إلى أفريقيا وكل العالم بأن وعد الحر فيها كان دين وتم الوفاء به. فالدولة التي كانت رائدة بصناعة السيارات، لكن عبر استضافة معامل غيرها، في ظل وجود 10,000 مهندس متخصص في مجال تصميم السيارات، وجميعهم يعملون في العلامات التجارية العالمية من ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، وأمريكا، تحولت اليوم إلى أرض صناعة السيارات العربية والإفريقية المحلية، إثر ولادة سيارة من إنتاج شركة نيو موتورز صاحبة رأس المال المحلي، إضافة إلى مركبة الهيدروجين من إنتاج شركة نامكس، والتي سميت بمركبة الهيدروجين النفعية. فما قصة هاتين السيارتين؟ وكيف سيصبح وجه المغرب الصناعي بعد هذا الإنجاز؟ وطبعا كالعادة نذكركم بالاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس. قبل أعوام طويلة ولد حلم المغرب بتصنيع أول سيارة مغربية، وسار الحلم إلى عالم اليقظة والحقيقة، حتى جاء اليوم الموعود بإنشاء شركة نيو موتورز لوحدة صناعية في منطقة عين عودة، بهدف تصنيع سيارات موجهة إلى السوق المحلية، إضافة إلى تصديرها، ما حدا بالشركة أن تؤسس لعمل يقوم على طاقة إنتاجية متوقعة تبلغ 27,000 سنويا، بنسبة إدماج محلي تصل إلى 65%. وفي فبراير من عام 2023 حصلت أول سيارة مغربية الصنع على المصادقة النهائية من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي أشرفت على إطلاق السلسلة الأولية للإنتاج. واليوم بعد أن أعلن المغرب على الملأ ميلاد سيارته نيو العاملة بمحرك بنزين، من المتوقع أن تكون هذه السيارة مطروحة في أسواق المملكة بعد أن خضعت لاختبارات الثبات والمتانة والديناميكية، واجتازتها جميعا بنجاح، كما ستتوفر الصيانة وقطع الغيار بشكل كامل وفق التصريحات الرسمية المغربية، التي أكدت أن المصانع المحلية في المغرب ستتولى إنتاجها، خاصة مع وجود خطة حكومية لهدف أكبر بعد السوق المحلية، وهو الاستحواذ على حصة من سوق السيارات عالميا. إلا أن الخطوة الأولى تبقى طرح السيارة في السوق ابتداء من شهر يوليو من عام 2023 بسعر يتراوح ما بين 170,000 درهم و190,000 درهم، في وقت تشير التوقعات إلى وصول حجم الاستثمار الإجمالي في مشروع إنتاج أول سيارة مغربية الصنع إلى نحو 156 مليون درهم، أي ما يقارب 15.4 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى مخطط يقوم على ضخ إنتاج من السيارات الجديدة يحتاج استحداث 580 فرصة عمل جديدة. وفيما يخص النموذج الأولي لمركبة الهيدروجين نامكس، تحدثت التقارير الإعلامية أن تصميم هذه المركبة جرى بشراكة مع مكتب ابن فارينا الإيطالي المتخصص في تصميم هياكل السيارات ورسمها، في حين أن التصميم الداخلي للمركبة تم بأياد مغربية. ومؤخرا خرجت تقارير مغربية لتؤكد أنه سيتم قريبا تزويد نموذج مركبة الهيدروجين النفعية بوقود الهيدروجين من خلال خزان مركزي معزز بنحو 6 كبسولات قابلة للإزالة، ما سيمكن من تأمين قدرة كبيرة للبطارية ويسهل شحن الهيدروجين في بضع دقائق.
رحلة المليون سيارة. باستطاعة كل متتبع لحال صناعة السيارات في المغرب معرفة أن حلم السيارة المغربية ليس وليد اليوم، حيث بدأت صناعة السيارات في المغرب سنة 1959، وتحديدا عندما أسست الجمعية المغربية لبناء السيارات سوماكا أول مصنع تجميع في الدار البيضاء. كما تزامنت تلك الخطوة بقرار من السلطات المغربية بزيادة الرسوم الجمركية على استيراد السيارات، فيما يمكن فهمه اليوم بخطة طويلة المدى لخفض واردات السيارات تمهيدا لتصنيعها. ومع حلول ستينيات القرن العشرين بات المغاربة معتادين على شراء السيارات التي يتم تجميعها في خطوط التجميع بمصانع سوماكا، إذ شهد عام 1962 بدء تجميع سيارات فيات ثم سمكا في المصانع المغربية، وبعدها ب4 أعوام أضيف إليها سيارات رونو ثم صافيم عام 1967، قبل أن يبدأ المغرب تجميع سيارات بيبو عام 1980، ومن ثم ستروين في عام 1986. ثم جاءت الضربة الكبرى لصناعة تجميع السيارات في المغرب مع حلول التسعينيات، عندما قررت السلطات تحرير الاقتصاد وبالتالي تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، ما جعل السيارات المستعملة تتدفق للبلاد بأسعار منخفضة مع جودة رديئة لمعظمها، ليتراجع إنتاج شركة سوماكا ومصانعها من 20,000 سيارة سنويا إلى 8,482 سيارة في عام 1995، وهو العام ذاته الذي وقعت فيه الحكومة المغربية مع شركة فيات اتفاقية لتجميع أول سيارة اقتصادية فيات أونو، قبل أن تتخذ قرارا بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة. ومع حلول عام 2003 تمت خصخصة سوماكا إثر توقيع المغرب اتفاقية تسمح لشركة رونو بأن تصبح المساهم الرئيسي فيها. ولم يأتي مارس من عام 2005 حتى استحوذت مجموعة رونو على ملكية الشركة المغربية، ومنذ ذلك الحين سيطرت رونو الفرنسية إلى جانب شركة ستيلانس الإيطالية الأمريكية على قطاع السيارات بالمغرب، وبات معظم سوق السيارات من نصيب الشركتين، حتى أن عام 2022 شهد احتفال المغرب بإنتاج مصنع سوماكا رونو بالدار البيضاء سيارته المليون، إلا أن هذا لم يمنع شركات أخرى من التواجد بالسوق المغربية، وإن كان بحصص أقل، ويعد عام 2012 علامة فارقة في تحول صناعات السيارات المغربية، عندما تم إطلاق مدينة طنجة للسيارات وإنشاء المنطقة الحرة الأطلسية في القنيطرة والمنطقة الحرة تكنوبوليس في الرباط، حيث جذبت هذه المناطق التجارية الاستثمارات الأجنبية بشكل متزايد، ما أعطى دفعة قوية لعلامة صنع في المغرب. ومع النمو المتسارع لقطاع صناعة السيارات خلال العقود الماضية في المغرب، تمكنت هذه المملكة العربية من ترسيخ مكانتها كأول منتج للسيارات بالقارة الإفريقية، بعد أن أصبحت منتجة ومصدرة لأكثر من 70 وجهة عالمية بمعدل إدماج محلي يناهز 69%. والأمر لم يتوقف عند هذا، بل صنعت مجموعة ستيلانس في المغرب سيارتين كهربائيتين في مصنعها بالقنيطرة، وهما سيارتا ستروين إيمي وأوبل روكس إي، قبل أن تلحق بها شركة رونو لتعلن تصنيعها سيارة كهربائية تدعى موبيليز بمصنعها في طنجة. واليوم، ومع اقتراب المغرب من إنتاج 1,000,000 سيارة سنويا ما بين شركتي رونو وستيلانس، واحتلاله المرتبة الثالثة من حيث القدرة التنافسية بعد الهند والصين، بات جليا بأن الطموح لم يتوقف ولن يتوقف هنا، إذ بات للمغاربة سيارتهم الخاصة. وقريبا أيضا ستتحول المملكة المغربية الشريفة لمنصة السيارات منخفضة الكربون الأكثر تنافسية في العالم.